دي نقطة كانت في النقاش امبارح مع الزملكاوي، كان قاعد مع شادي حبشي بيقول له الأهلي بيدعم، الأهلي بيتلقى دعم خارجي عكس الزمالك. اتحاد الكرة رفض يخصم من الأهلي 6 نقط وخصم منه 3 بس. ده طبيعي في واقع حسين الشحات. المفروض توقف 4 مباريات ما توقفش. النقطة ديت هتوصلنا لنقطة تانية، توصلنا لنقطة نادي القرن. الوقت أنا كاتحاد الكورة بعت لائحة، اللي هي اللائحة المحطوطة، والانديه كلها ال 18 نادي اللي كانوا موجودين مضوا عليها، صح؟ 18، احنا الدوري بتاعنا 18 ولا 20؟ 18 مضوا عليها. وخلاص اتوافق ان اللائحه ديت هي اللي هتطبق الموسم الجاي. فاجى النادي الاهلي، سواء بقى الجامل ما اتجاملش، او قال لك هنلعب الدوري هنخصم منك 3 نقاط على حسب اللائحه، على حسب اللائحه. انا شايف من وجهه نظري ايوه انا اتجاملت، انا اتجاملت، بس ممكن عشان مثلا النادي الاهلي ما ينفعش اللي الرابطه او الاتحاد يخسروا النادي الاهلي، ان هو يخاطروا ان النادي الاهلي ما يشاركش عقود الرعايه والحاجات دي كلها. ممكن يكونوا جاملوني، عادي، عادي، ما انا بتجامل وانت بتتجامل. قال لك اصل مش عارف. تمام يا عم، انا متفق معاك ان انا ممكن اكون اتجاملت، ممكن اكون اتجاملت. نيجي بقى لنقطه نادي القرن. نادي القرن قبل تقريبا ما يتحط التصنيف، وقبل الاهلي ما يوصل لل7، وقبل الزمالك ما يوصل لل9، هيبقى بطل القرن بالنقط. والانديه تمام، والانديه وافقت. ولا الكاف كان يعرف ان الاهلي هياخد لقب، ولا كان يعرف ان الزمالك هيبقى هو اكتر الالقاب ولا حاجه. خلاص الانديه وافقت، وعشان كنتوا المفروض اساسا كان تقريبا يبقى التاني ورا الاهلي تقريبا. قال لك لا، هو او تقريبا هو التاني، كان تقريبا ساعتها هو التاني. ما قالكش حاجه، عاد وسكت وخلاص وبتاع. وهنوافق هنبقى بالنقط وبتاع، واللي هياخد اللقب هيبقى بالنقط. الانديه وافقت وتمام. الاهلي اخد الالقاب، الزمالك اخد الالقاب. اجى ساعتها يحسبهم، قال لك الاهلي اكتر. فتيجي بقى بعد تقريبا 15 سنه او 17 سنه، لا، وبعدين في ناس زملكاويه ساعتها باركوا للنادي الاهلي، مبروك نادي القرن ومش عارف ايه 2000 2001. قال لك لا، بعد 17 18 سنه مرتضى منصور يعمل ايه؟ بطوله نادي القرن ديت المفروض حق النادي الزمالك، نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي. ويتفتح بقى سلسله لحد الان بقى لنا تقريبا ربع قرن، 25 سنه بيتكلموا ان الزمالك نادي القرن الحقيقي. طب يا عم، ما هو كان بالنقط، والنظام اتحط بالنقط، وانت وافقت وانا وافقت. قال لك لا، مش عارف ايه. طب الاهلي اساسا ما كانش بيشارك في افريقيا لمده 4 سنين، ومعاند مع الكاف، وساب بطوله افريقيا، وراح يلعب في البطوله العربيه عندنا في الكاف. فهل الكاف بقى هيجي يديها لي وانا معنده وهيجاملني؟ يقول لك اصل مش عارف ايه من اللي كان جوه اللي. ففي حاجات كده انا مش فاهم. يا عم انت شايفني انا بتجامل؟ شايفني ان انا حد بيساعدني؟ شايف مش عارف ايه؟ يا عم تمام، مش انت شايف كده؟ خلاص براحتك. هنقعد بقى نوجع في زورنا ليه، ونقعد نتكلم ونهاتي كتير؟ يا عم الاهلي بيتجامل وانت بتتجامل وكله بيتجامل، بس انت ماسك بس في مجامله الاهلي، ومش عايز تبين ان انت اللي بتتجامل.